السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده جايه لكم بوصفة حلوة قوي. للمطبخ كله. خلطة جميلة روعة ما شاء الله، اللهم بارك. هتعجبكم وهتخلي مطبخكم يشف كده ويرف من كتر النظافة. ان شاء الله تدعولي عليها. يلا بينا بقى نسمي ونصلي على الرسول ونشوف الوصفة الجميلة السهلة البسيطة اللي هتخلي مطبخك كله يبرق. هنا عندي جبت طبق صغير زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت عليه معلقتين من البيكنج صودا. هنحط ربع كوباية من الخل. خلاص، معلقة كده او معلقتين من صابون المواعين. اي صابون مواعين عندك. كان عندي معلقة من الكولوريكس حطيتها. خلاص. وابتديت ان انا ادوب الحاجات دي طبعا، وبزود ميه، كل دي طبعا ميه علشان يعني الوصفة دي تعدي من البخاخة. خلاص، اهم حاجة بس نتأكد ان البيكنج صودا دابت. وهقلبهم زي ما انتوا شايفين، وهبتدي انزلها في البخاخة بتاعتي دي. اهو. اهو زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا بايه حطيت القمح ونزلت الايه الخلطة الجميلة الحلوة دي. خلاص، وطبعا بزودها مية. وهبتدي ان انا يعني احنا ممكن ناخد منها شوية ونكمل باقي مية. طبعا هنا بتأكد انها بتنزل من البخاخة. وهبتدي ان انا ارش كده على الرخامة. بالمناسبة الرخامة دي كان بقالها يومين ما اتعملتش. فانا عايزة اوريكم الفرق، هو ممكن ما يكونش باين قبل النظافة، بس انا هوريكم اللمعة بعد كده. ما شاء الله، اللهم بارك، تحفة يا جماعة. جربوها وهتدعولي، هتخلي المطبخ بتاعكم بيبرق كله من فوق لتحت. اهو زي ما انتم شايفين. وجبت الفوطة بتاعة المطبخ بتاعتنا، اي قماشة عندك قديمة. هنبتدي ان احنا نمسح. شوفوا بقى مطرح المعالق كده بتبقى الرخامة بتبقى مجيرة. كل ده هيروح بالمكونات السهلة الحلوة القمر دي. بصوا بقى الجمال. دي سبونشة كده بعمل بيها يا دوبك كده، حاجة بسيطة طبعا، ولا دعك ولا حاجة. وبالقماشة اللي معايا دي وبلمع زي ما انتوا شايفين. هتعملي السيراميك، هتعملي المطبخ نفسه، الدواليب، مراية البوتاجاز. والبوتاجاز ما شاء الله حاجة كده قمر، اللهم بارك. بصوا الجمال بقى. وحشتوني جدا، انا بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات، بس قلت ان شاء الله لازم انزل لكم بالوصفة الجميلة دي. جيت هنا على البوتاجاز، هنا كانت عصلجت بقى البخاخة شوية. زودتها مية. طب انت لو ما عندكيش بخاخ، حطيها في اي ازازة بتاعة سائل مواعين كده، وابتدي ان انت تنزلي على البوتاجاز. هتبقى حلوة قوي قوي لو ما فيش بخاخ. اهو البخاخات كلها ايه عطلت معايا. اول ما زودتها مية ابتدت انها تنزل من البخاخ طبعا، عشان البيكنج صودا ممكن ما تكونش دابت كويس. وزي ما انتم شايفين كده، انا ما بدعكش البوتاجاز، يا دوبك بس كده حاجة خفافة كده بايدي. وايه، وابتدي ان انا عشان التلميع. هتشوفوا التلميع دلوقتي والجمال ما شاء الله. حاجة طبعا الخل مفعوله حلو قوي في التلميع مع البيكنج صودا والحاجات الحلوة والكلوريكس الالوان. المعلقة دي فرقت جدا. وبالقماشة بتاعتي، وهجيب بقى قماشة تانية ناشفة تكون نظيفة، وهبتدي بقى ايه اعيد تلميع. هتلاقوا حاجة كده ما شاء الله قمر وزي الفل. دي حاجة كده بقى نظافة من فوق الوش. طبعا لو في احنا كده كده عاملين تنظيف عميق للمطبخ مثلا، كل ده بيبقى من فوق بس. حاجة كده اللي هو الروتين اليوم بتاع كل يوم، مش اكتر من كده. لكن التنظيف العميق ليه حاجات تانية مخصوصة بتتعمل له، طبعا بتبقى اقوى بكتير. بس دي حاجة كده للايه للتنظيف اليوم العادي يعني. هنا بقى كنت ايه برش على المراية. المراية دي عايزة اقولكوا كانت برضو مشبرة ومليانة. ما كانتش بتلمع خالص خالص. طبعا التصوير مش مبين. هتشوفوا لمعتها ال بعد ما حطيت عليها الخلطة الحلوة دي. بجد فرقت فرقت ما شاء الله.
طبعا هنا كنت بعمل بالقماشة دي، كانت مبلولة، وبعدين جبت قماشة ناشفة بقى وقعدت ألمع فيها، وبقى بالشكل الجميل الحلو ده. بصوا الجمال ما شاء الله، تحفة تحفة. بصوا بقى، بصوا المراية بقت عاملة ازاي اهو. بصوا هنا كان في حتة لسه ما اتعملتش، حبيت اوريها لكم اهو. وهبتدي برضو بالقماشة الناشفة بتاعتي وهلمع، وهتلاقوه ما شاء الله خطير اهو. بصوا الجمال. دواليب المطبخ برضو تعمليها جوه وبره هتبقى زي الفل. بصوا زي ما قلت لكم، ده للاستعمال اليومي، حاجة كده بسيطة وسهلة. وكمان يعني ملهاش دعوة بالتنظيف العميق خالص، التنظيف العميق بيبقى له حاجات تانية مخصوصة اهو. كده انا خلصت كده اهو. بصوا بقى، دي قماشة طبعا ناشفة عشان بلمع بيها الايه المراية بتاعة البوتاجاز بالشكل ده. بصوا اهو ما شاء الله خطير. انا حبيت اوريكم بالتفصيل. هلمع بقى دواليب المطبخ كمان من بره، لو فيها اي حاجة طبعا مطرح ما بنطبخ او كده. طبعا المطبخ بيلم تراب برضو مع دهون، بيلم كله مع بعضه. فانا هوريكم دلوقتي الدواليب شكلها عامل ازاي. بصوا بقى اهو. انا كده الحمد لله مطبخي نضيف، بس طبعا الحاجات دي لو كل اسبوع تعمليها هتفرق معاكي. بصوا بقى اهو، في لمعة حلوة قوي. طبعا التصوير مش مبين زي ما انا شايفة قدامي، بس حاجة ما شاء الله تحفة. بصوا، وسيراميك المطبخ تعمليه، اي حاجة عندك في مطبخك هتبقى زي القشطة. بصوا كده الجمال. هنا مطرح الكوبايات بيبقى برضو عامل رواسب كده بيضة، بتلمعيها اهو بالشكل ده كده. وهنا بقى بكمل تلميع الرخامة زي ما انتوا شايفين كده. عايزين نزود الوصفة دي بحبة مية برضو هتلمع زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى الرخامة ما شاء الله بقت جميلة جدا. اللي وصل معايا بقى لحد المقطع ده ما ينساش يعمل لي لايك ويشترك في القناة، وتسيبوا لي تعليقاتكم الحلوة. بصوا المطبخ بقى بيبرق. وعايزة اوريكم كمان الحوض. بصوا اللمعة ما شاء الله جميلة جدا. زي ما قلت لكم كل حاجة في المطبخ هتخليها بتبرق اهو. بصوا لمعة ما شاء الله بجد خطيرة. دي هتبقى ايديكوا في المطبخ ورجليكوا مش هتستغنوا عنها ابدا للتلميع اليومي. طبعا انا ماسكة الموبايل